كان أمر تصدر إمامة الفنان الأردني أدهم النابلسي المصلين للمشاهد هذا الشهر الفضيل، وهو الحدث الذي لاقى استحسان وبالغ الترحاب بمختلف أوساط البلدان العربية والمسلمة، وذلك بعد إعلانه منذ فترة اعتزالها الفن وعلى حين غر، وهو الخبر الذي رجع الساحة الفنية، خاصة وأن المطرب أدهم النابلسي آثر الإقدام على هذه الخطوة والتي ارتأها تصحيحية بمسار حياته، وهو بقمة أوج شهرته وتألقه الفني، وبعد سنوات من النجاحات وسطوع نجمه بعد مشاركته ببرنامج المواهب الشهير إكس فاكتور أرابيا، حيث لمع اسمه لصوته القوي وأدائه المميز، وهو الظهور الذي كان انطلاقة فعلية لمجموعة من الأغاني التي حققت ملايين المشاهدات على مختلف منصات الرقمية ورقح المسارح. المسارح ومنصات المهرجانات والحفلات، وذلك باعتباره أحد ألمع الأصوات الشابة بالأغنية العربية، وهي الأكثر ذيوعا ورهينية بالوسط الفني. لكن ما زاد قرار الفنان الأردني أدهم النابلسي زخما ليس فقط خطوة ابتعاده عن الأضواء، بل التحول الجديد الذي أعطاه لمسار حياته والذي اصطفاه أن يكون مغايرا تماما لما سلف، حيث اعتمد الالتزام الديني والسعي وراء الطمأنينة الروحية، وذلك بانكبابه على النهل والارتواء من معين العلوم الشرعية وإمامة المصلين بعدة مناسبات، وخاصة خلال هذا الشهر الفضيل رمضان الأبرك، فقد كان حضوره بعديد المساجد بلبنان لافتا وسط حضور كثيف للمصلين ومتابعة تجلت عبر كل وسائل التواصل. أيضا أثار قرار أدهم النابلسي اعتزال الساحة الفنية ردود فعل متباينة باختلاف الأوساط، وأيضا جدال ببعض وسائل الإعلام ذات الصلة والتي تعنى بالمجال الفني، وذلك من قبل سابق زملائه وعديد المشاهير، والذين ارتأى بعضهم إمكانية تغيير مسار الحياة 180 درجة مهما أحرز من نجاحات وبلغ من درجات الشهرة، وبين من يعتقد إمكانية التوليف بين الفن والقيم الدينية دون حاجة للاعتزال. وبالمحصلة فإن قرار اعتزال أدهم النابلسي لدى الجماهير وملايين متابعيه من خلال انطباعاتهم وآرائهم وعلى مختلف منصات التواصل كان إجماع الأغلبية الساحقة والسواد الأعظم يثنون على الخطوة الشجاعة والرشيدة لتغيير مساره لاتجاه قناعاته الروحية، فيما رأى البعض والذين كانوا للأمانة أقلية عكس ذلك مركزين قناعتهم على أن الساحة الفنية خسرت صوتا شابا بأوج عطائه. المستقيم ما بيخاف من الحرام بالفن، في حرام بالفن وفي فن ما في حرام، بيعرف إذا واحد عنده شخصيته قوية وثابتة بيعرف فوت بالفن اللي ما في حرام. معلش باس غيره. أدهم نابلسي طبعا منافس لك؟ نعم. زعلت إنه اعتزل؟ زعلت لأنه أنا بحب المنافسة، ودائما القوي أدهم قوي، ودائما القوي بيحفز إنه أنت تقوى معه، دائما المنافس القوي بيعلي المستوى. مشرعة والسبل معبدة لاستمراره بمساره الفني وعلى درب مجد كانت قاطرته منطلقة وعلى السكة الصحيحة، وكل شروط النجاح والديوع متوفرة. برأيكم هل ترون المسار الذي انتحاه الفنان الأردني أدهم النابلسي كان صائبا، أم هو صوت قوي ومنسوب عالي من الكاريزما لفنان قطع شوط على درب التألق والأداء المميز خسرته الساحة الفنية العربية وبأوج عطائه؟ رجاء أشيروا علينا بآرائكم بالتعليقات. دمتم بخير. كان معكم سعيد العلوي.